هاي. النهارده هنتكلم فيديو جديد. فيديو النهارده هو تكمله لفيديو كان نازل قبل كده، بس للاسف كان حصل مشكله فيه ومعرفتش اكمل بقيته وكان حصل حوارات كده. بس دلوقتي هكمله. بس قبل ما نبدا متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. بس النهارده عايزه ابدا الفيديو بسؤال تساليه لنفسك الاول او لاي حد بيتفرج على الفيديو ايا كان بنت او ولد. هل الناس بتعاملك بالطريقه او بتعاملك بالطريقه اللي انت عايزاها فعلا ولا لا؟ ولو ليه؟ ولو لا ليه؟ وجاوب اجابات صريحه عشان نعرف نعالج المشكله. لما بنجاوب اجابات وانت اصلا مش عارفه هما بيعاملوك ولا مش بيعاملوكي، او انت بتقولي خلاص عشان بس ترضي ضميرك اللي جواكي، فانت كده مش هتحلي المشكله. فنجاوب اجابات صريحه. تمام. اول بوينت بقى هي انك تتعلمي تقولي لا. لا هي كلمه من حرفين، بس صعب قوي ناس بتقولهاش او ما بتقولهاش. ليه؟ عشان خايفه ازعل الناس اللي قدامي، عشان خايفه اقول لا عشان الناس اللي قدامي ممكن ما تقبلش بيا. لكن لو انت فكرت كده في القعده اللي بتقعديها مثلا، يبقى موجود فيها مثلا كام حد قاعد، في حد كده دايما كل الشله بتستنى رايه، كل الشله بتعرف هو موافق يقول ولا لا. ولو لا هتلاقيهم بيغيروا الحاجه اللي هم يعملوها عشان في شخص بس قال لا، عشان الشخص ده منكم او انتوا من شلتكم. ليه؟ عشان هي مش بتوافق على اي حاجه انت بتقوليها او بتقولوها عموما. هو مش شخص ماشي مع اللي ماشيين. لا، اعملي لنفسك شخصيه. انت لما تكون قاعد في وسط اصحابك حاجه ما عجبتنيش او هم هيعملوا حاجه غلط، لا انا مش هعملها. طب يا جماعه انا اتضايقت، خلاص يا جماعه احنا هنعمل الحاجه دي. انت مش هتعملها او مش هتعمل الحاجه دي ومش موافق عليها، قوم وسيب القعده. ايه المشكله يعني؟ لكن لا انا هعمل معاهم عشان بس نقولش ان انا صديقهم الشاطر قوي اللي ما بيغلطش. طب ما انت عارف الحاجه دي غلط، هعملها ليه؟ عشان خايفه اقول لا. فكر كده في كم مرة كان في حاجات ممكن نقول عليها لأ، وافقنا عليها، وبعد ما وافقنا عليها وعملناها كنا متضايقين قوي. تمام. بوينت 2، انك تطور من نفسك. يعني ايه اطور من نفسي؟ يعني اسمع حاجات، اتعلم حاجات، اشوف ايه المجالات اللي مهتمة بيها واعملها، اقرأ كتب في حاجات معينة. اتعلم عشان دايما الناس تكون محتاجاك في حياتها. اصل لو انت شخص اصلا ما بتضيفش اي حاجة، ولو انت شخص عادي جدا زيك زي اي حد، ايه الناس هتحتاجك في ايه بقى؟ ما انت اللي عندك عندهم. لكن لما بكون شخص بتضيف قيمة في اي قعدة، في اي اجابة سؤال انت بتجاوب، بتحس ان الناس عايزة لسه تفتح معاك موضوع تاني وتتكلم معاك، عشان انت بتبقى فاهم، عشان انا عندي معلومات، عشان انا بقعد ما بضيعش طول اليوم وقتي في حاجات انا مش بحتاجها او مش بتفيدني. تمام. تالت بوينت وهي انك ما تقبلش بحاجات زيادة عن المفروض تقبل بيها. بجد ما تقبلش بحاجات انت مش المفروض تعملها، ما تقبلش بمكان انت مش المفروض تروح بس انت هتروحه عشان جه كده يعني. ما تقبلش بتارجت في الشغل اعلى من بتاعك وهتاخد نفس المرتب عليه، يبقى بتقبل بيه ليه يعني؟ مش فاهم. تضييع وقت عشان صاحبتي النهارده هتزعل، او لو قلت لها لا ما تتضايق يا جماعه وتقعد كل واحد يقعد يعمل شغله. ليه اقبل بحاجات كتيره؟ وليه اقعد مثلا ساعات اكتر في شغلي وانا اصلا مش بيضيف لي فلوس؟ بتقولي لي يعني كل حاجه اعملها في وقت في الشغل بفلوس؟ انت مش قاعده واخده من صحتك واخده من بيتك، في البيت مع اهلك مش قاعده معاهم، من عيالك. يبقى ليه بقى اقول ايه يعني لما اقبل بده وايه يعني لما اقبل بده؟ وتيجي فلان النهارده تقولي ماشي انا همشي بدري فخدي كملي انتي، وده يجي يقول لي اعملي لي حاجاتي عشان انتي بتقبلي بس. وده الفرق بين شخص بيعرف هو ايه اللي عليه وايه اللي مش عليه وايه اللي هيقبل بيه كنوع من ان انا هساعدك، والنوع اللي انا اصلا على طول اصلا بساعد الناس كلها وبضيع من وقتي. ومش بنقول ما نساعدش بعض، بس في فرق بين ان انا بساعد وفي فرق بين كل وقتي اصلا رايح لمساعدة الناس. تمام. رابع نقطة وهي انك ما تفضلش الناس عنك. اوعى تفضل الناس عنك. لو الناس حست ان انت بتعاملهم ان هم احسن منك هيدوسوا عليك. لكن بقى انت شخص بعاملك باحترام، تعاملني باحترام. مش هتعاملني باحترام مش هتعامل معاك، خلصنا. لكن بقى فكرة ان انا بقى هتعامل مع ده عشان انا حاسة ان هو ده اعلى مني في شغل، اعلى مني في حتة، فانا بقى هاي وازيك واقعد اسلم عليها وبموت فيها وانا بكلمها ويا لا ده انا اقوم لك من مكاني. ايه هو ده يا حبيبتي؟
ما هي هتعاملك ان انت قليله، ما انت اصلا معامله نفسك قليله، وان الناس كلها اعلى منك، حتى لو هم اعلى منك في مناصب مش برضو انا ليا قيمتي. ما تخليش قيمتك ترتبط بشغل معين، بوظيفه معينه، بمنصب معين. انا ليا قيمه عشان انا من ادمى موجوده، مش عشان الحاجات اللي حواليا. تمام. دي كانت اكتر الحاجات اللي كنت عايزه اكمل فيها الفيديو. هنهي الفيديو برضو بسؤال، بعد كل اللي احنا سمعناه من الجزء الاول والجزء التاني، ايه بقى اللي مخلي الناس دلوقتي مش بتعاملك بالطريقه اللي انت المفروض يعاملوك بيها؟ هل عشان انت بتقلل من نفسك، ولا عشان انت مش عارف قيمه نفسك اصلا، ولا عشان انت مش بتقول لا، ولا عشان خاطر ايه؟ استنى اجاباتكم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.